شوف يا صاحبي، ريال مدريد اليوم موفر عليك وقت، وفر عليك انك تروح السهرة على الفاضي وتستنى لحتى تشوف نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو شو حصير فيها. لكن هو اليوم نهالك اياها من بكير، قال لك اذا عندك سهرة، عندك اي شيء حاب تشتغله المساء وما تتعب حالك وشوفت المباراة، فروح توكل على الله وشوف. لانه اليوم هو برجيك انه مستبيع الدوري خالص، وما همه لا ينفاز ولا نخسر بالدوري، وعارف على الله هيك خليه يشوف شو حصل اخر الدوري. يا اولاد ال60 صرماي كما يقول السوريين بالشارع. للاسف وصلنا الوقت اللي صرنا نقول انه يا ريت تكون البدلاء هن بالملعب والاساسيين يقعدوا على طرف او يرجعوا ينصابوا او يتاخروا بالاصابات، لانه الواضح انه اللاعبين البدلاء عم تعطي اكثر من اللاعبين الاساسيين، وهون بالتاكيد عم نحكي على لعيبه خط النص. الواضح انه لما بينزلوا لعيبه خط النص الاساسيين ما بيقدموا الاداء المنتظر منهم، على قد ما بيقدموا اللعيبه الجداد اللي عم ينزلوا. اليوم انخل مثل بيتارش مستوى ثابت لعب قدمه عده مباريات. اليوم انخل بشوف انه اخذ ساعه عم يلعب فيها بتحط كامافينجا بجيبه اي ادوار مختلفه، بس اليوم انا شفت اسوأ اداء من كامافينجا. ويا ريت لو حضرتك يعني تعذب حالك هيك وتوري لي شو السبب ما خلاك ترجع مع لاعب خط النص اللي هو المفروض لاعبك، يعني لاعب خط نص هاجم بهاجم مرتده، فانت المفروض تكون تلحقه وكنت لاحقه. طيب كمل معه لجوا ال 18، لا تدخل على الطابه، بس حضرتك لو مكمل معه ما كان دخل هذا. بس من الاصل انا اليوم شفت انه كامافينجا بأسوأ اداء بصراحه. يا خرا شنو هذا؟ مو بس هو، حتى بلينغهام دخوله على الملعب كان لحتى بس يمشي رجليه. يعني فينيسيوس داخل يتخانق، ماستانتونو بتحسه ما عم يتدرب مع الفريق. فيا ريت لو حدا هيك يعني يهز الشباب شوي، يعني خبرنا شو القصه. ليش انا مضطر انه لا اقول اللعيبه الاساسي بلا يرجع، خلينا نجرب لعيبه الشباب، لانه اللعيبه الاساسيين يعني عيني ما بتستحب تشوفهم بالملعب. بقى شو ناقصنا؟ بس بدي افهم مشان الله شو ناقصكم؟ طبعا هذا الشيء كان مبرر انه بدا ريال مدريد منيح، تم يتحسن شوي شوي حتى بعد ما اكل الهدف. تمام نقول يلا الفريق حلو، عم يحاول، عم يعطي شيء، في جمل، في تكتيك. بالشوط الثاني لازم هالشيء يتطور، خاصه بنزول اللاعبين الاساسيين لازم هالشيء يكون اقوى وفعال اكثر. بنلاحظ انه لا، يعني مايوركا ما حبس حاله جوا ملعبه حتى ما يخليك تلعب طابات بينيه، لا ابدا، هو كان بحاول يقاوم هون وهون، عم بوازن الموضوع. بس انت اللي كنت ضعيف بنزول اللاعبين الاساسيين صرت اضعف، صرت يعني بطيء اكثر على المرمى، ما حبيت تجرب. ما عدا مبابي بس بيشهد له انه اليوم حاول يجرب بكل الطرق، ان كان لحاله وان كان عرضيات وان كان مرتدات وان كان هجمات وان كان بحاول يصنع، وكل شيء حاول، بس ما مشي الحال، ما زبطت معه يعني. وما بالله من اللاعب اليوم مبابي على قد ما بالله فينيسيوس، اللي يعني خلاص عندنا خطوه خطوتين صرت تكبر وصرت تتعلم، احيانا ترجع تبرهن لي انه انت كمان عندك هي النزعه، ممكن تستفز خصوصا من ريال مايوركا اللي اكثر من مره متعودين يعملوا عليك مباريات. فانت مشي الامور خلاص، باصين مباراه احيانا ما بتحتاج انه انت يعني تعدي من واحد واثنين، في شغلات بتكون خارجه عن طبيعه الانسان، فانت لا تحاول لا انا الا بدي اسويها، موضوع تكون خارق بهالدرجه كمان. فخلاص انت ما كان المفروض تعدي من واحد واثنين وثلاثه واربعه، لانه هن واقفين سته ورا بعض، يعني ما صارت واحد وعدى من 6 ب2 متر مربع، هاي لسه ما صار. ولو حتساويها راح تلاقي واحد 7 واقف لك برا 2 متر مربع. اما اربيولا فلسه شيء بنمدح، شيء ما بتعرف تحط الحق عليه، تحط الحق على اللعيبه، ما في لعيبه عم تنسجموا مع الشيء اللي هو قدمه، اللعيبه ما حابه تقدم مثل ما بتقول هلا طلع السوشيال ميديا اللعيبه مزاجيه. بس بكل الاحوال اليوم نحن يعني خسرنا، ومثل ما قلت لك اغلب مشجعين الريال الواقعيين بقول لك انه الدوري خلصان بصراحه، مو لانه في فرق نقط، لا ابدا. يعني ممكن اليوم يخسر برشلونه بس هالشيء ما راح يغير شيء، حتى لو الفرق 4 نقط والفرق 3 نقط، حتى لو فزنا عليهم بالدوري، فنحن ممكن نعم مثل ما انا اليوم طبيعي ممكن نكون حاضرين مباريات الكبيره، بس مباريات المفروض ننهيها على الورق بتلاقي بنواجه فيها صعوبه كبيره، المفروض نخلصها بكير وتلاقي الفريق ما في نتيجه، ما بتعرف شو السبب بالضبط. بس الاسباب واضحه كثيره ما نعيد فيها كثير. لهيك اذا شفت الفيديو لهون لا تنسى تحط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس ليصلك كل فيديوهات اول باول. ولكن نطلع اليوم مره ثانيه لحتى نحكي باخر الساره على برشلونه واتلتيكو. لهذاك الوقت استنوا الفيديو الجديد، سلام.